مرحبا بالسيد فخامة، آمل أن تكون بخير وفي صحة جيدة. أما بعد، وددت أعلامك بأنه قد تم أخيرا قبولك ببرنامج شركاء غارينا. تهانينا لك بهذا الإنجاز وحظا موفقا لك في بقية مسيرتك على اليوتيوب. هلا ايفرون، معكم فخامة. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. وكان سطير حلم أي صانع محتوى بلعبة فري فاير من المؤكد أنه يفوت للشراكة مع جارينا. هذا الأمر راح يقدم له العديد من المميزات. أولها لوجو بانر يقدر يتميز فيهم عن بقية اللاعبين العاديين بالجيم. أيضا يقدر يحصل على جواهر وأكواد. هذا الأمر اللي راح يخليه مثلا يسوي مسابقات، تحديات، فعاليات وإلى آخره. كل هاي الأمور فيه من خلالها أنه يطور القاعدة الجماهيرية تبعه على اليوتيوب. لكن انتم عارفين انه بسنه 2024 عشان تنضم للشراكه مع لعبه فري فاير او مع جارينا، هذا الامر صار صعب نوعا ما، وهذا لسببين اثنين. السبب الاول لانه في كم كبير من صناع المحتوى في علاقه بلعبه فري فاير، يعني صار صعب تحجز لك مكان. ثانيا دائما الشركه بتسوي هيك مسابقات عشان نقدر من خلالها انه نفوت للشراكه مع جارينا، وهي المسابقات يا اعزائي المشاهدين احيانا بتحتوي على بعض الشروط الصعبه على صناع المحتوى. بالتالي مثل ما ذكرنا أمر الانضمام إلى الشراكة أصبح صعب ومعقد نوعا ما. لهيك أنا بالفيديو تبع اليوم قررت أني أفوت حالي للشراكة مع فري فاير رغم أنف الكل، لكن لمدة معينة ومدة محدودة تتمثل في شهر واحد. وعشان تعرفوا كل التفاصيل تابعوا هذا الفيديو للنهاية. طيب يا أعزائي المشاهدين، من ضمن الأشياء اللي بتميز فيها صانع المحتوى الموجود في الشراكة مع جارينا عن بقية صناع المحتوى أو عن بقية اللاعبين هي اللوجو والبنر تبع الأجنحة. وبالصدفة يا أساطير كنت بتصفح هيك السيرفرات تبع لعبة فري فاير عشان دايما أنا هيك متعود من الفضول، يعني بسوي جولة بين السيرفرات، السيرفر الهندي، الأوروبي، الأندونيسي وإلى آخره. فجأة كنت فاتح حسابي على السيرفر الأوروبي اللي هسه واضح أمامكم بالصورة، وأنا كمان شاحن فيه جوهر. طيب لو نفوت هون إلى عروض الشحن يا أعزائي المشاهدين، راح نلاقي حدث جد مهم وحدث جد أسطوري على غرار الجوهر اللي بنكسبها بنسبة 100%. بنلاقي هون حدث جديد مثل ما تشوفوا يا أعزائي المشاهدين، وبنلاقي ضمن هذا الحدث لوجو وبنر الشراكة اللي بيدوموا لمدة 30 يوم. لهيك أنا كتبت بعنوان الفيديو إنه فتت للشراكة لمدة شهر كامل مع لعبة فري فاير، لأنه مثل ما ذكرنا أيضا اللوجو والبنر هم الأشياء اللي بتميز فيهم صانع المحتوى العادي على بقية صناع المحتوى وعلى بقية اللاعبين في الجيم. خلينا حاليا مع بعض نقوم باستلام قائمة هذول الجوائز ونتحدث شوي عن السيرفر الأوروبي. طيب بقوم هيك باستلام هي الرقصة الأسطورية، بقوم كمان باستلام هذا السكن اللي هسه واضح أمامكم بالصورة يا أعزائي المشاهدين. طيب بسوي هيك تزويد، وبقوم كمان بالحصول على هذا السكن وعلى هذا السكن أيضا، وكمان على هذا الوجه يا أعزائي المشاهدين، وعلى أهم شيء بكامل هذا الفيديو ألا وهو اللوجو والبنر الخاصين بشراكة لعبة فري فاير مثل ما تشوفوا يا أعزائي المشاهدين. لو نفوت الحين على الملف الشخصي تبعي مثل ما تشوفوا يا ابطال، هذا هو الاي دي تبعي كمان بالسيرفر الاوروبي. لو بدكم ارسلوا لي طلبات صداقه عشان نلعب سوا. طيب حاليا رح نتكلم مع بعض على مميزات السيرفر الاوروبي، وليش انا شخصيا مسوي فيه حساب، وليش العديد من الاصدقاء ايضا مسويين فيه حساب. هذا الامر يتم تفسيره بعدد النقاط الايجابيه. اولا هو السيرفر مجاني، يعني تقدر تفوت عليه وتسوي فيه مليون حساب ما فيش اي مشكله. ثانيا هذا السيرفر عاده لعبه فري فاير ما بتكون فيه بتنزيل أكواد شغالة وصالحة للجميع. يعني بعض الأكواد اللي بتكون عند صناع المحتوى في سيرفر من سيرفر الشرق الأوسط، هذول الأكواد بينزلوا بشكل مجاني لكامل لاعبين السيرفر الأوروبي، الأمر اللي يخليهم يحصلوا على هذه الجوائز القيمة بشكل مجاني بالكامل. هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة يا أعزائي المشاهدين إنه هذا السيرفر موجود فيه عدد كبير من اللاعبين العرب، يعني تقدر تسوي لك حساب وتلعب مع لاعبين عرب ما فيش أي مشكل، وتسوي هيك متعة داخل هذا السيرفر. النقطة الرابعة يا أعزائي المشاهدين إنه البينج الموجود داخل هذا السيرفر أيضا جد مقبول، يعني تقدر تلعب بكل أريحية ما فيش أي إشكال يا أعزائي المشاهدين. النقطة الموالية يا أساطير إنه موجود العديد من الأحداث اللي بتنزل داخل هذا السيرفر اللي بتكون مجانية، يعني فيك تسوي حساب من الصفر خلال أسبوعين رح يكون حساب مرة أسطوري. في حين بعض السكنات اللي بتنزل بالمجان بالسيرفر الأوروبي بتنزل بسيرفر الشرق الأوسط بالجواهر. هي نقطة أيضا بيتفوق فيها السيرفر الأوروبي على السيرفر منا. ومثل ما حكيت لكم يا أعزائي المشاهدين، أيضا أنا دائما هيك بسوي جولة بين السيرفرات، وشخصيا تقييمي لبقية السيرفرات هو إنه السيرفر الأوروبي بيكون في صدارة هذول السيرفرات، عشان أيضا بعض التسريبات بيتم تداولها وأخذها من هذا السيرفر. يعني في بعض الأغراض لما تنزل بالسيرفر الأوروبي بعد أسبوع أو أسبوعين تنزل معنا في سيرفر الشرق الأوسط. لهيك خلينا أخذكم معي جولة في قائمة الأحداث الموجودة داخل هذا السيرفر حاليا. طيب بنقوم مع بعض أيضا
نقطة أخرى نسيت إني أتكلم عنها، إنه عروض الشحن الموجودة داخل هذا السيرفر جد أسطورية، يعني دايمًا بتنزل معاهم عروض شحن بنسبة 100%، يعني بتشحن مثلًا 100 جوهرة بتحصل على 100 جوهرة إضافية، بتشحن 1000 جوهرة بتحصل على 1000 جوهرة أخرى إضافية. مثل ما تشوفوا أنا شحنت 2000 جوهرة داخل هذا الحساب، ومثل ما تشوفوا حاليًا عدد الجواهر اللي معاي بهذا الحساب 4400 جوهرة كاملة يا أعزائي المشاهدين. خليني أورجيكم قائمة الأحداث مثل ما ذكرت لكم الموجودة داخل هذا السيرفر، واللي احتمال كبير إنه تنزل معانا بسيرفر الشرق الأوسط. طيب بفوت هون إلى هذا الخيار، مثل ما تشوفوا يا أعزائي المشاهدين موجود عندهم حاليًا متجر غامض موجود فيه العديد من السكنات الأسطورية يلي أنا ناوي إني أخصص له فيديو لحاله. طيب بنلاقي كمان هون أسلحة الإيفو يلي تقريبا نفس العرض موجود عندنا بسيرفر منها، موجود أيضا هذا الشوتجن تبع طلقتين يلي احتمالية كبيرة إنه يرجع ينزل معنا بسيرفر منها، موجود كمان هون هذا الشخصيات أو السكنات الخاصة بأنمي ديمون سلاير واللي نزلوا كمان من كم يوم بسيرفر منها، وموجود أيضا هذا الحدث يلي مستحيل ينزل معنا بسيرفر الشرق الأوسط عشان كل اليوتيوبر راح يزعلوا بسبب هذا الأمر. وبس يا أساطير، هذا هو الاي دي تبعي بالسيرفر الاوروبي، اي شخص بده نلعب سوا، اي شخص بده نصور جيمات او نسوي اي شيء، مرحبا بالكل. عشان انا راح اقضي هيك فتره في استكشاف هذا السيرفر، عشان ناوي ان شاء الله اني اصور فيه بعض الفيديوهات بخصوص السيرفر الاوروبي. لهيك ان كنت مهتم بان نصبح اصدقاء سوا بهذا السيرفر ارسل لي طلب، وان شاء الله راح احاول اني اقبل الجميع. وبس يا اساطير، هون بكون وصلنا لنهاية المقطع تبع اليوم. حبيت بهذا الفيديو أني أطبق قاعدة أسعد نفسك بنفسك، عشان مثل ما ذكرنا أمر الانضمام للشراكة مع فري فاير خصوصا بسيرفر الشرق الأوسط أصبح صعب نوعا ما. لهيك بفضل السيرفر الأوروبي قدرت أني أتمتع في اللوجو والبانر وأصور فيهم فيديوهات لطيلة شهر كامل. كمان بنصحكم بتجربة هذا السيرفر، كثير من الأشياء الأسطورية موجودة فيه راح تنال إعجابكم بإذن الله. وكالمعتاد لو كنت أول مرة بتتابع هي القناة ومهتم بكل ما يخص عالم لعبة فري فاير، لايك واشتراك عشان تصل جميع مقاطعنا الجديدة، وانتظرنا بفيديو أسطوري في قادم الأيام بإذن الله.